السلام عليكم. بصراحة هذا الماتش ديال النرويج ما بغيتش نعطيه أكثر من حقه، ولكن حتى ما نقدرش ندوز عليه بشكل عادي، حيت راه ماشي أي ودية. هذا الماتش غادي يجاوبنا على واحد التساؤل اللي داير في البال ديال بزاف ديال الناس: واش محمد وهبي وصل للتشكيلة اللي غادي يدخل بها للماتشات الكبيرة، ولا باقي كيقلب وكيجرب وكيشوف شكون واقف على رجليه؟ أنا شخصيا اللي كيهمني ماشي النتيجة بوحدها. ربحتي النرويج مزيان، تعادلتي ماشي مشكل، حتى الا خسرتي ما غاديش نقولوا الدنيا سالات، ولكن اللي ما خصوش يضيع هو الشكل ديال المنتخب. واش كاين تنظيم، واش كاين ضغط، واش كاين توازن، واش كاين لاعبين فاهمين شنو باغي منهم المدرب؟ حيت النرويج واخا تكون وديه ما غاديش تعطيك ماتش ناعم. هذا المنتخب عنده واحد الطريقه واضحه: لاعب مباشر، قوه بدنيه، بزاف ديال الكرات من الجوانب، وبزاف ديال الصراعات داخل المنطقه. يعني الدفاع ديالنا غادي يدخل لاختبار حقيقي. وهنا كيبدا النقاش ديال التشكيله. في الحراسه انا كنشوف بونو خاصو يبدا، ماشي حيت منير ماشي مزيان، ولكن حيت هذا النوع ديال الماتشات كيحتاج واحد الحارس اللي كيعطيك الثقه من اللقطه الاولى. النرويج غادي تلعب عرضيات، غادي تلعب كورنيرات، وغادي تحاول دير الزحام داخل 6 امتار. هنا خاصك بونو بشخصيته وتجربته. في الدفاع اكبر علامه استفهام هي نايف اجرد. واش واجد؟ واش غيدخل؟ واش نبداو به؟ انا بالنسبه ليا الا ما كانش 100% ما كاينين علاش نغامروا به. يدخل في الشوط الثاني، ياخذ شويه ديال الدقائق ويحس بالماتش، ولكن ما ندخلوش من الاول غير باش نقولوا راه حاضر. القلب الدفاعي ممكن يكون عيسى مع شادي رياض، وهنا شادي عنده فرصه مهمه باش يبين واش قادر يقف قدام مهاجمين كبار بدنيا، حيت النرويج ما غاديش تلعب معاك غير في الارض، غادي تحاول تطلع عليك الكره وتفرض عليك الالتحام. في اليمين ممكن نشوفوا مزراوي، وحكيمي ممكن يرتاح او يدخل في الشوط الثاني، ماشي عيب، بالعكس هذا الشيء طبيعي في وديه قبل المباريات الكبار. مزراوي يعطيك هدوء، يعطيك خروج بالكره، ويقدر حتى يدخل للوسط باش يساعد في البناء. في اليسار انا صلاح الدين اختيار منطقي، ما خصناش غير ظاهر يطلع، خصنا ظاهر يفهم التوقيت. النرويج كتضرب من الجوانب، والا خليتي المساحه وراك غادي تخلص. دابا نمشيو للوسط، وهنا فين كاين الماتش الحقيقي. انا كنشوف ان نائل العناوي خاصو يكون حاضر. علاش؟ حيت ضد النرويج خاصك لاعب يربح الدويلات، يضغط، يغطي، ويكون قريب من الكره الثانيه. معاه ممكن نشوفوا سمير مرابط، لاعب كيعطيك الحركيه والضغط العكسي، ولكن ما نقدرش نخرج سفيان امرابط من الحسابات. امرابط عنده التجربه وعنده داك الحضور اللي كيخلي الوسط ما يتخلعش. ممكن يبدا وممكن يدخل في الشوط الثاني حسب شنو باغي وهبي يجرب. في مركز العشرة أنا باغي نشوفو أناحي، ماشي غير حيت عنده الاسم، ولكن هذا الماتش محتاج لاعب يعرف يبرد اللعب ويسرعه. أناحي يقدر يخرجك من الضغط بلمسة، ويقدر يربط الوسط بالهجوم بلا ما يدير ضجيج كبير. في اليمين إبراهيم دياز، ولكن خاصنا نفهموا واحد الحاجة: دياز إلا دخل لداخل خاص شي واحد يحل الجهة. ما يمكنش دياز يدخل ومزراوي يبقى واقف، والوسط حتى هو يدخل لنفس البلاصة. خاص توزيع المساحات يكون واضح. في اليسار الزلزولي، هذا اللاعب الا كان مركز يقدر يعطيك واحد السلاح مهم. واحد ضد واحد ضد منتخب بحال النرويج مرات كتحتاج لاعب يخرجك من الحسابات التكتيكيه بلقطه، ولكن خاص القرار يكون ناضج. ماشي كل كره خاصها دريبل، وماشي كل لقطه خاصها تكون فرديه. وفي الهجوم هنا كاينه الفكره اللي عجباني: السيباري كمهاجم وهمي. السيباري ماشي مهاجم كلاسيكي، ولكن يقدر يهبط يجرب مع المدافع ويفتح المساحه لدياز والزلزولي وناحي. هذه ممكن تكون فكره زوينه ضد فريق قوي بدنيا، حيت ما تعطيهمش مهاجم ثابت يبقاو مضاربين معاه، خليه يتحرك وخليه يخرجهم من البلاصه. اذا التشكيله اللي ممكن نشوفوها: بونو، مزراوي، عيسى، شادي رياض، انس، وصلاح الدين، ونائل العناوي، سمير امرابط، وناحي، دياز، الزلزولي والسيباري. هاد التشكيله ماشي بعيده على الرسميه، ولكن فيها شويه ديال الحذر. فيها لاعبين خاصهم دقائق، وفيها لاعبين خاص المدرب يتاكد منهم، وفيها حتى واحد الرساله. انا ما غاديش نحرق كل شيء، ولكن غادي نعطيكم فكره على المشروع. النقطه اللي خاص وهبي يرد ليها البال بزاف هي الكرات الثابته. النرويج في الكورنيرات ما غاديش تلعب معاك برقه، غادي يدخلوا عليك بزاف ديال اللاعبين، غادي يزاحموا الحارس وغادي يقلبوا على الفوضى داخل المنطقه. هنا خاص التنظيم، خاص التواصل، وخاص كل واحد يعرف الدور ديالو. النقطه الثانيه وهي الضغط العكسي. الا ضاعت الكره ودياز والزلزولي واناحي والسيباري كاملين طالعين، خاص نائل وسمير يكونوا قراب.
ما نعطيوش النرويج فرصه تضربنا بتحول سريع، حيت هذا النوع ديال المنتخبات ما كيتسناش بزاف، كره طويله، مهاجم قوي وكيجري في المساحه. النقطه الثالثه هي ما نطيحوش في الفخ ديال الوديه، يعني ما ندخلوش نلعبوا كانها نهائي وندخلوا في احتكاكات زايده ونخسروا لاعب قبل المواعيد المهمه، ولكن حتى ما نلعبوش ببروده، خاص توازن، جديه بدون تهور. انا اللي باغي نشوف في هذا الماتش هو ثلاثه ديال الحوايج. الاولى هي كيفاش غادي يخرج المنتخب بالكره تحت الضغط، والثانيه هي واش الدفاع قادر يتعامل مع العرضيات، والثالثه هي واش سيباري في دور المهاجم الوهمي غادي يعطي حلول ولا غادي نحسو بغياب مهاجم صريح. اما النتيجه نتمناو الرباح طبعا، الرباح كيعطي ثقه، كيعطي دفعه، ويخلي الجمهور يدخل الماتشات الجايه بنفس زوين. ولكن الا ما جاش الرباح ماشي مشكل، المهم هو الصوره، هو التنظيم، وهو ان حتى لاعب ما يخرجش مصاب. وغادي نقولها من دابا، ما نحكموش على المنتخب من اول ربع ساعه. هذا النوع ديال المباريات كيكون فيه تجارب، كيكون فيه تغيير ايقاع، وكيكون فيه مدرب كيشوف ردود الافعال اكثر من النتيجه. السؤال الحقيقي هو واش وهبي غادي يبين لنا التشكيله الرسميه. انا كنظن غادي يدير جوج في واحد، غادي يعطيك شكل قريب من الرسمي ولكن غادي يخلي بعض الاوراق للشوط الثاني. ممكن حكيمي يدخل، ممكن اكرد يدخل دقائق، ممكن الكعبي يدخل باش نشوفوا شكل الفريق بمهاجم صريح، وممكن الخنوس يدخل باش يعطيك نسخه اخرى من مركز العشرة. هذا الماتش بالنسبه ليا هو ماتش الاجوبه الصغيره، ماشي جواب واحد كبير. غادي نعرفوا شويه على الدفاع، وشويه على الوسط، وشويه على الهجوم، وشويه على النيه ديال المدرب. وقبل ما نختم بغيت نسولكم، واش نبداو بالسيباري كمهاجم وهمي ولا خاص الكعبي يكون رسمي باش نعطيو للنرويج مهاجم داخل الصندوق؟ واش حكيمي خاصو يرتاح؟ واش أناحي هو اللي خاصو يبدا في مركز العشرة ولا خانوس؟ كتبوا لي التشكيله ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تدعموا الفيديو حيث النقاش معكم هو اللي كيخلي هذه القناه حيه. تلاقاو في الفيديو الجاي، وديما مع المنتخب.